ازيكم عاملين ايه؟ اعذروني عشان صوتي تعبان شوية، بس قلت مش هينفع اتأخر عليكم اكتر من كده. هنعمل مع بعض النهاردة صينية مكرونة بالجمبري بالصوص الابيض. تعالوا نشوف هنعمل. هجيب عندنا جمبري مخلي يا دوبك ربع كيلو او 300 جرام. هيقضوا معانا كمية المكرونة اللي احنا عايزينها. وهنبتدي ننضفهم كده، بنشيل خيط الرمل اللي في الظهر. في طاسة على النار هنحط معلقتين زيت عليهم بصلاية صغيرة مفرومة، ونقلبهم شوية بس لحد ما يدبلوا. وبعدين هضيف عليهم توم مفروم ناعم. بعد ما شوحنا البصل مع التوم ضفنا الجمبري، ودلوقتي هنبتدي نضيف التوابل. هنحط شوية فلفل، شوية كمون، ممكن كمان نضيف بابريكا، ممكن نضيف شوية بهارات سمك وشوية ملح. طبعا الجمبري مش بياخد وقت على النار، يا دوبك كام دقيقة كده وبيكون استوى. هنا سلقت عندي المكرونة وجهزتها. انا هنا جبت مكرونة بينا استخدمتها في الوصفة دي لاني هعمل صينية هدخلها الفرن، فهي بتبقى انسب نوع للطواجن بتاعة الفرن. هنبتدي نعمل مع بعض صوص المكرونة والجمبري بتاعنا. النهاردة هنعمل صوص أبيض. هنحتاج حلة على النار نحط فيها معلقة كبيرة سمنة و3 معالق كبار مش مليانين دقيق. أنا عارفة إن حجم السمنة قليل بالنسبة للدقيق، بس أنا قصدي أعمل كده عشان عايزاها تبقى خفيفة، مش عايزاها يبقى طعم المكرونة أو الجمبري تقيل كده، أو مش عايزاه يبقى دسم. بعد ما الدقيق ابتدى عندي ياخد لون كده خفيف وريحته ابتدت احس ان الدقيق استوى كده، طبعا ما بنحرقوش خالص بس هو بياخد لون ذهبي كده ما يبقاش ابيض. ابتدي انزل عليه بلتر لبن، او ممكن نضيف 3 كوبايات لبن وكوباية مية. انا ضفت كمان معاهم معلقتين كبار كريمة لباني، او اللي هي كريمة طهي زي ما تحبي. بتدي تيست حلوة قوي وبتخلي الصوص جميل كده وكريمي، وطعمه كريمة مش طعمه اكنه بشاميل. ونزلت بالصوص كله على طاسة الجمبري بتاعتي وقلبتها، وابتدي هنا بقى اشوف ادوق كده التيست بتاع الصوص عامل ايه، محتاج ملح، محتاج شوية توابل، ابتدي اضيف. انا مرضتش من الاول اضيف له التوابل لاني عارفة اني هحطه على الجمبري، والجمبري انا متبلاه كويس. الصوص هنا يا جماعة زي ما انتوا شايفين قوامه كده، انا مش بسيبه يتقل زي صوص البشاميل. انا هنا بحتاجه الصوص كريمي كده شوية وخفيف. هنجيب بولة أو طبق كبير نضيف فيه المكرونة. احنا سلقناها بس 4 5 دقايق، مش عايزينها أكتر من كده. واستعملت تقريبا 400 أو 500 جرام مكرونة، هتقضي معاكي كمية الجمبري دي. وهنبتدي نقلب فيهم الجمبري بالصوص بتاعه ونقلبهم كويس.
هنجيب صينية بقى بايركس أو أي صينية هتدخليها الفرن، وهنبتدي نضيف فيها الخليط بتاعنا كله وبس كده، وهنرش على الوش شوية جبنة كده، أي نوع جبنة انتي بتحبيه أو موجود عندك، عشان بس الوش ما ينشفش، لأن احنا مش عاملين صوص البشاميل تقيل زي البشاميل العادي، فعايزين بس هنحط على الوش شوية جبن كده، ممكن جبنة شيدر، ممكن جبنة موتزاريلا، ممكن جبنة رومي، أي نوع جبنة انتي بتحبي التيست بتاعه، وهندخله الفرن يا دوبك بس الصينية تاخد وش ونطفي عليها على طول. وده كان شكل صينية المكرونة بالجمبري بالصوص الأبيض النهاردة، ريحتها وشكلها تحفة، وهنشوف طعمها دلوقتي مع بعض. بجد بجد لازم تجربوها، وخفيفة ولذيذة وسهلة وسريعة كده، ومش بتاخد منك ولا وقت ولا مجهود زي ما احنا متعودين دايما في كل وصفاتنا. يا ريت تجربوا وصفة المكرونة النهاردة، بجد خفيفة قوي ولذيذة وهتعجب الولاد. هي اتنسفت حرفيا وانا بصور، انا مصورة نص الصينية بس كده لانها خلاص اتاكلت نصها. بجد طعمها حلو ومش تقيلة، لان الصوص بتاعها كريمي وخفيف مش زي صوص البشاميل اللي بيبقى تقيل شوية، فصدقوني لو جربتوها هتعجبكم قوي. ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك لو عجبكم الفيديو النهاردة، واسفة كمان مرة بعتذر عشان صوتي تعبان شوية، ان شاء الله المرة الجاية يبقى افضل. بحبكم، هتوحشوني، وسلام عليكم.